تحضيرنا لشهر رمضان نلتقي حول مبادئ، حول قيم، حول برنامج ليحمل بعض الأبعاد الاجتماعية، خاصة لتتمثل في تضامننا، في تكافلنا، في التئامنا والتفافنا حول استقرار مجتمعنا وجبهتنا الوطنية الداخلية. دأب المجلس على الانخراط في كل المبادرات التي تطلقها السلطات العمومية لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية لمواطنينا وتأمين وفرة السلع والمنتجات الغذائية والفلاحية، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك. في هذا السياق تأتي اللفتة التطوعية، وأقول تطوعية من باب المسؤولية التي يتمتع بها رؤساء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، لكي يثبتون مرة أخرى أنهم اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلكين الجزائريين، حين قرروا طوعيا خفض الأسعار لما يقارب 880 منتوجا على المستوى الوطني. وبذلك نقدر نقول أننا مسينا كل القطاعات اللي يستهلكها المواطن أو المتطلبات اللي يطلبها المواطن والمستهلك في حياته اليومية من مختلف الشعب، سواء كانت الفلاحية، سواء كانت الصناعات الغذائية، سواء كانت صناعات المواد التنظيف، سواء كانت الإلكتروميناجي. إذن كل السلع اللي يطلبها المواطن خلال يومياته وفي استهلاكه اليومي مسها هذه الهبة التضامنية التي أبوا الإخوان الاقتصاديون أو رؤساء المؤسسات الاقتصادية إلا أن يشاركوا بها، حين قرروا طوعيا قلت المشاركة في هذه العملية بمختلف المواد السابقة الذكر. لقد كانت هذه المبادرة خطوة تعكس قيمة التضامن وروح المواطنة، مما ساهم في تموين العائلات الجزائرية باستقبال شهر رمضان 2024 في أجواء من الطمأنينة والاستقرار. اليوم يمكننا أن نقول بكل وضوح أن هذه الخطوة حققت نجاحا حقيقيا على المستوى الوطني. لقد كانت الأسواق الجوارية التي وضعتها وزارة التجارة في مختلف الولايات تجربة ناجحة بكل معايير، كما أن جميع نقاط البيع من محلات البقالة إلى الأسواق الكبرى ساهمت في تطبيق التخفيضات على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وبناء على هذا النجاح الذي حققته هذه المبادرة في نسختها الأولى، قررنا تجديد التجربة هذه السنة بأمل أكبر من خلال توسيع دائرة المشاركة لتشمل عدد أكبر من المؤسسات، سواء كانت منظمة إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أو لا. وبكل فخر يسعدني أن أعلن لكم اليوم أن جهود في تحسيس المتعاملين الاقتصاديين قد أثمرت، وهناك أكثر من 750 منتوج لخاضي إلى التخفيض. فكما لاحظتم أو ستلاحظون خلال زيارتكم للمعرض أن عدد المنتجات التي تشمل التخفيضات يفوق العام الماضي. يسعى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى ترسيخ هذه المبادرة ليكون شهر رمضان في كل عام فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني، بحيث لا تبقى مجرد إجراء استثنائي، بل تتحول إلى ممارسة اقتصادية واجتماعية مستدامة. يعني بدارة خير اللي بدون شك راح يستحسنها المواطن. حاليا السوق الوطنية تعرف وفرة،
في كل إنتاج بدون استثناء، وبنوعية وبتعدد يعني الإنتاج. ولكن يبقى السؤال مطروح: ما هي الفائدة من كل هذا إذا كان فيها وفرة، فيها التنوع، فيها الجودة، إذا المواطن ما يقدرش يتحصل عليها؟ هذا هو السؤال اللي يطرح اليوم. إذا كان المواطن يصعب له بيقتنيها أو يعني يضمن اليوميات تاعو. ولكن بتقاليد تاعنا، بالعمل اللي لاحظناه منذ سنتين، وباستعداد كل متعاملين الاقتصاد، كانوا يعني صناعيين أو منتجين في الفلاحة وحتى المربين، والعمل التضامني. ما هي الفائدة من هذا الشعار إذا كان اليوم نقول رمضان الرحمة يجمعنا، إذا كان المواطن ما يعيشوش؟ هذا هو السؤال اللي يتطرح اليوم. ولهذا وش ينتظر منا المواطن؟ ونكون في المستوى التطلعات تاعو، ونكون في مستوى حماية القدرة الشرائية تاعو. بدون شك هذا الهدف راه يحقق، ولكن ما يتحققش بالعمل الإداري، يتحقق بكم أنتم المنتجين. أنتم الدور كل يرجع لكم. إذا كان عرفنا رمضان الرحمة، رمضان الوفرة، رمضان الجودة، أنتم اللي تحققوه. ولهذا أنا يعني كقطاع منتج وزميلي كقطاع موزع، لازم ثان يعني نرسل رسالة الشكر والعرفان للمنتجين وللدواوين. سكوب نيوز بلوس، أول منصة رقمية منوعة في الجزائر.